لو معرفتش تعترض على الناس وعلى الفرص اللي بتجيلك وتقول للحاجات اللي انت مش عاوز تعملها لا، فانت عمرك ما هتلاقي وقت لنفسك خالص، لان انت بالشكل ده وقتك وطاقتك كلهم رايحين على ناس تانية مش ليك انت، وبالتالي ولا هتلاقي وقت ولا هتلاقي طاقة لنفسك انك تعمل لها اي حاجة ولا تطورها ولا تعمل اي حاجة من اللي احنا بنتكلم فيها. فمهم جدا انك تتعلم تقول كلمة لا. فيلا بينا نتكلم عن الموضوع ده. ليه صعب ان الكلمة بتتكون من حرفين اتنين بس بيكون صعب على ناس كتير جدا انها تنطقها؟ ببساطة لان احنا للاسف اتربينا جوه مجتمع كلمة لا فيه مقترنة بان انت شخص مش كويس، وللاسف برضو اتربينا انك لازم تقول حاضر على كل حاجة حتى لو الحاجة دي هتيجي عليك وعلى وقتك. وانا مش بلوم هنا على التربية خالص، لان اهالينا هم اتربوا على الحاجة دي وكان لازم يتبعوا نفس الطريقة في تربيتنا لانهم ببساطة ما يعرفوش طريقة غيرها. بس جه الوقت انك تدرك حاجة مهمة وخطيرة جدا بالشكل ده بتدمر لك حياتك ومستقبلك، وانك كمان لازم تعالجها بنفسك وباسرع وقت، لانها لو فضلت كده هتفضل تاخد من وقتك وطاقتك وكمان حريتك وانت واقف بتتفرج مش عارف تعمل اي حاجة. بص، عايزك تتخيل معايا كده ان دي حياتك مثلا، انت في الاول سليم وعايش حياتك عادي جدا قبل ما المشكلة دي تظهر لك. اول ما المشكلة دي بتظهر من واحنا صغيرين بيكون ده شكلك في الاول، وكل ما الوقت بيعدي والمشكلة تكبر وبتفضل ما تحطش حدود بينك وبين الناس تفضل طاقتك تقل ووقتك يروح وانت مش مستفاد منهم باي حاجة، مع انهم وقتك وطاقتك انت، بس انت مديهم كلهم للناس، وتفضل حياتك تجري وانت مش واخد بالك لحد ما تتفاجئ في الاخر انك بقيت بالشكل ده، ما عندكش طاقة وبتبقى هش جدا حتى مش قادر تاخد قرارات لنفسك، واي هزة من المحيط الخارجي ممكن تهدك زي كده. فلو عاوز توصل للمرحلة دي خليك عايش في حياتك كده وما تدورش على حل. انا قلت حاجة كده في النقطة اللي فاتت ممكن تكون انت ما خدتش بالك منها، قلت ان المشكلة دي بتيجي بانك ما بتحطش حدود بينك وبين الناس. يعني عايز اقولك ان الحدود اللي انت بتحطها بينك وبين الناس دي هي دي اللي على اساسها الناس بتتعامل معاك بعد كده، لان الناس بتتعامل معاك من خلال المساحة اللي انت بتحددها لهم من الحدود بتاعتك، وبيتعاملوا من خلالها زي ما قلنا. واحد مركز بقى يقول لي يعني انا السبب في ده كله من الاول؟ اقول لك الله ينور عليك، بالظبط كده، انت السبب في كده من الاول لانك سمحت للناس بجزء كبير جدا من الحدود بتاعتك هما ما كانش المفروض يعدوها، وبالرغم من كده انت ممكن ترجع تحدد الحدود دي من الاول وجديد، بس مش فجأة طبعا، مش فجأة، لان انت كده ممكن تتشاف بنظرة مش كويسة او قلة ذوق مثلا. وما تقوليش مش مهم، لا مهم، ولازم تجيبها تدريجي كمان، علشان زي ما قلت لك انت السبب في ده من الاول، فلازم انت اللي تصلحه بنفسك. نيجي لسبب تاني من الاسباب برضو ان انا ما كنتش عارف اقول لا، والسبب ده هو صحابك. فما كنتش عايز حد فيهم يزعل مني او انا ما كنتش عايز اخسرهم، فكان اي حد يقول لي على حاجه اقول له ماشي حاضر، عايزك تيجي معايا كذا حاضر، عايزك تنزل معايا دلوقتي حاضر، عايزك تروح تجيب لي حاجه مش عارف من فين حاضر، تعالى ننزل نخرج نروح فين حاضر عادي، ما انا كده كده قاعد بقى ما وريش حاجه، فاهم؟ عايز اقول لك ان جزء كبير جدا من النجاح اللي انت عاوزه في حياتك بيكون هم دايره صحابك، الدايره اللي انت بتقعد وتضيع معاهم اغلب وقتك. فلو صحابك دول مش مهتمين بحاجه اسمها هدف ولا شايفين مستقبلهم ولا هو عامل ازاي، يبقى لازم تبعد عنهم فورا على الاقل في الفتره دي. اصل قول لي يا معلم، انت عايز تنجح ازاي وانت بتقعد مع ناس على طول سايبين الدنيا توديهم وتجيبهم وعايشين اليوم بيومه ومش مهتمين بمستقبلهم ولا هدفهم؟ ده لو كده ممكن يكونوا كمان مش عارفين يعني ايه هدفهم اصلا. وبعدين عاوز اقول لك حاجه كمان، صحابك اللي ما بيقدروش حاجه مهمه انت بتعملها في حياتك زي بروجكت مثلا بتخلصه او وراك مذاكره او بتصور او يبقى دول للاسف بيستغلوك، وانت مش عارف تقول لا او خايف لانك مكسوف، او زي ما قلنا في الاول انت مش عايزهم يبعدوا عنك او مش عاوز حد منهم يزعل منك. فانت ازاي بقى عاوز تحل المشكله دي وانت اصلا بتقعد مع اصحابك كل يوم اللي بيستغلوك من نفس الحته؟ فحاول تبعد عنهم احسن لك، او على الاقل برضو حاول تبعد عنهم في الفتره دي بس. يعني بص، عايزك تطلع من دور احمد السقا اللي انت عايشه في حياتك مع اصحابك ده، مش لازم تكون مثالي ومش لازم تكون متاح دايما، نفسك اهم من اي حاجه ووقتك اهم من الناس بكتير. اصل ما ينفعش تاخد من وقتك وطاقتك تديها للناس وانت مش مستفاد منهم باي حاجه، ما انت كمان عندك حياه برضو وعاوز تحقق اهدافك وتنجح وتستغل وقتك في حاجات كويسه، ولازم تستغلها كويس لان انت هتتسأل عن وقتك ده ضيعته في ايه. وخليك برضو فاكر جمله وعن عمرك فيما افنيت زي ما قلنا الفيديو اللي فات. عاوزك تعرف ان وقتك وطاقتك محدودين جدا، يعني انت ما عندكش غير 24 ساعه في يومك، وبرضه طاقتك محدوده في اليوم، فلو ضاعت على الناس علشان انت مكسوف او مش عاوز تعترض او خايف يزعلوا منك زي ما قلنا، ما تجيش تزعل بقى لان هم هنا خلصوا، وقتك وطاقتك هتجيبهم منين تاني؟ عاوزك تعرف بقى انت ليه تقول لا. لازم تقول لا علشان تفضل نفسك وتفضل حياتك، وعلشان محدش يجبرك تعمل حاجه انت مش عاوز ومش حابب انك تعملها، علشان مش اي حد يطلب منك حاجه انت مش عاوز تعملها وتعملها له علشان مكسوف او خايف يزعل منك. بص هديك مقارنه بسيطه، ايه الفرق بين الشخص الناجح والمحبوب بين الناس وبين الشخص التاني اللي بيحاول يرضي كل الناس
وما بيعرفش في الاخر برضه. احب اقول لك ان مفيش فرق خارجي، انت سمعت صح، فرق خارجي، بس في فرق داخلي. اقول لك ازاي. يعني الاتنين تلاقي الناس بيحبوهم وبيتكلموا معاهم على طول والكلام ده كله، بس الكلام ده من بره بس. ايه بقى اللي من جوه؟ اللي من جوه بيكون للشخص الناجح في حياته ده بيكون الناس بيحبوه فعلا من جوه ومن بره، لانه عارف ومحدد اهدافه كويس، وعارف هو هيعمل ايه وهيقول لي ايه والايه لا، عارف بيعمل ايه بالظبط وعارف بيستغل وقته ازاي. يعني ببساطه مرتب اولوياته كويس، فهو عارف ايه اللي في اول قائمه الاولويات بتاعته وايه تاني حاجه وايه الحاجات اللي بعد كده. نروح هنا للشخص التاني اللي بيحاول يرضي كل الناس ده. انت بتلاقي الناس كلها بتحبه من بره والدنيا جميله زي الفل مفيش اي حاجه، انما هم من جواهم هم بيحبوه الحب بتاع المصلحه، هم بيستغلوه علشان يعمل لهم حاجتهم او يقضي لهم حاجتهم، او وقت ما يعوزوه يكون موجود. وحتى هتلاقي الشخص ده بيجي على نفسه كتير جدا علشان مش عارف يقول لا، او مكسوف، او شخصيته ضعيفه زي ما قلنا، هو مش عارف يعمل ايه، حتى ما عندوش وقت يقعد مع نفسه ويشوف هيعمل ايه في مستقبله، هيعمل ايه في المرحله الجايه في حياته. ما عندوش وقت، لان زي ما قلنا وقته وطاقته كلهم رايحين على الناس مش عليه هو. وخليني اقول لك على حاجه كده من الاخر، انت مهما عملت علشان ترضي صحابك او الناس اللي حواليك او زمايلك في الشغل او صحابك في المدرسه او صحابك في الجامعه، عمرك ما هتعرف، لانهم كده كده هيطلعوا فيك عيوب. يعني انت لو عملت ايه كده زي ما بنقول، لو جبت لهم نجمه من السماء برضه مش هيرضوا، وهيكون في عيب هم شايفينه فيك برضه. فعاوز اقول لك ريح دماغك شويه، هي كده كده مش فارقه معاهم، عملت او ما عملتش انت كده كده مش هترضي الناس. فعايزك تقعد مع نفسك كده وتفكر انت هتعمل ايه الفتره الجايه من حياتك، او هتعمل ايه في مستقبلك، وتخطط له كويس. ما تكونش متاح لاي حد في اي وقت. مش عايزك برضه تكون ضعيف في التعبير عن نفسك، لا مش عاوز تعمل حاجه قول مش هعملها عادي، مش عاوز تنزل مع اصحابك عادي قول لهم مش هنزل. ما تعملش الحاجه اللي انت مش عاوز تعملها علشان ما تحسش بالذنب تجاه نفسك ولا تجاه حالتك النفسيه. اعرف ان اللي جاي يطلب منك حاجه ده هو جاي في وقت هو فيه فاضي، فلو انت مش فاضي في الوقت ده فمش من حقه ان هو يفضيك غصب عنك. نيجي هنا لاهم جزء في الفيديو، وهو ازاي تقول لا. بص، انت اول حاجه تعملها في حياتك دلوقتي انك هترتب اولوياتك كويس، واحنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات انك ازاي ترتب اولوياتك بكل التفاصيل. بس لو ما شفتش الفيديو فتعال اقول لك كده باختصار. احنا اعتمدنا على نموذج كده اسمه ايزنهاور ماتريكس، والنموذج ده بينقسم لاربع مربعات. اول مربع هو المهم والضروري، تاني مربع هو المهم والغير ضروري، تالت مربع هو الغير مهم والضروري، رابع مربع هو الغير مهم والغير ضروري. واول مربع بيكون عباره عن حاجات ضروريه جدا، فالحاجات دي لازم تخلصها دلوقتي. تاني مربع هو بيكون حاجات مهمه بالنسبه لك انت، كورسات عاوز تاخدها، عاوز تقرا كتب، عاوز تنزل جيم، حاجات خاصه بيك انت بس مش لازم تتعمل دلوقتي، ودي حاجات انت لازم تخطط لها في اقرب وقت. تالت مربع بتكون حاجات لازم تتعمل دلوقتي لانها حصلت فجاه وانت ما كنتش محضر لها او ما كنتش تعرف. رابع مربع هو حاجات مش مهمه ومش ضروريه في نفس الوقت، يعني مثلا زي انك تقعد على السوشيال ميديا، زي انك تنزل تخرج، زي انك تنزل تلعب بلاي ستيشن، الكلام ده كله. ورابع مربع انت لازم تقلله جدا. بعد ما فهمنا الحته دي كويس، عايزك بقى هنا تعمل قائمه بالاولويات بتاعتك. هتعرفها منين الاولويات بتاعتك؟ الاولويات بتاعتك بتكون الحاجه اللي ليها اهميه كبيره في حياتك وانت شايف انها ليها حق عليك ولازم تعمله. الحاجات دي بتكون زي نفسك، زي اهلك، زي اصحابك، زي شغلك، زي رفاهيتك. عايزك تعمل بيهم قائمه وترتبهم على حسب اهميتهم بالنسبه لك انت. واول حاجه هتحطها طبعا في القائمه دي هو ربنا، لان انت لو ما اهتمتش بحقوق ربنا وما كنتش شايف ان هو اهم حاجه بالنسبه لك، فانت كل حاجه بعد كده ملهاش اي لازمه. عاوزك تبدا القائمه دي بربنا الاول، وبعد كده تحط نفسك، وبعد كده ترتب الحاجات الباقيه على حسب اهميتهم بالنسبه لك. الحاجات الباقيه دي زي اهلك، زي شغلك، زي اصحابك، زي رفاهيتك، الكلام ده كله. انت كده رتبت اولوياتك وعرفت القائمه بتاعتك كويس جدا. ده هيساعدك في ايه بقى؟ اقول لك هيساعدك في ايه. هيساعدك ان انت تعرف تقول ايه والايه لا في الموقف اللي انت متواجد فيه. يعني مثلا هديك مثال، يعني انت مثلا دلوقتي بتحضر نفسك وبتجهز شنطتك ونازل على الجيم، صحابك كلموك وقالوا لك يلا ننزل عشان نخرج، فانت ايه اللي كاتبه في قائمه اولوياتك الاول؟ انت كاتب نفسك الاول قبل صحابك، فانت هنا تعتذر لهم وتنزل الجيم لان انت في القائمه بتاعتك نفسك اهم من صحابك. اديك مثال تاني كمان، انت دلوقتي قاعد بتخلص بروجكت عندك في الشغل مثلا، فانت هنا ما ينفعش تقعد تخلص البروجكت والصلاه وقتها عدى، لان انت في قائمه اولوياتك فانت حاطط ربنا اول حاجه خالص، فانت لازم تسيب البروجكت اللي في ايدك وتسيب اي حاجه في ايدك وتروح تصلي بس. فعلشان كده انا بقول لك دايما، وقلت لك كذا مره قبل كده، ان اهم حاجه هتعملها في حياتك هي ترتيب اولوياتك، لانها بتعرفك ايه المهم بالنسبه لك في الموقف اللي انت بتكون محطوط فيه. في نهايه الفيديو عاوز اقول لك ما تسمحش لحد انه يستغلك علشان انت مكسوف او مش عاوزه يزعل منك. فمش مهم، اللي عايز يزعل يزعل عادي، واللي بيحبك فعلا وخايف عليك مش هيزعل ابدا ان انت مشغول بحاجه لمستقبلك او حاجه لنفسك، بالعكس ده المفروض ان هو يفرح لك. فخلي وقتك وطاقتك كلهم لنفسك بس، ما تقعدش تضيعهم على الناس وما تضيعهمش على السوشيال ميديا زي ما اتكلمنا قبل كده، لان انت وقتك هو اغلى حاجه بالنسبه لك في الوقت الحالي. واديك شايف الحياه السريعه جدا والتطور اللي احنا بقينا فيه،
يعني انت لو ما بصيتش لنفسك وما اهتمتش بيها وطورتها، فانت للاسف هترجع ورا خالص في اخر الصف، ومش هيكون ليك القيمه اللي انت عاوز تعملها لنفسك او اللي انت حابب انك تكونها في المستقبل. بس كده، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تتابعوني على السوشيال ميديا بتاعتي، بنزل هناك ريلز وحاجات مهمه هتستفادوا منها. انا مروان الوكيل، واختار نفسك دايما. سلام.